هل في خطوات غير ضرورية ولم يثبت لها تأثير على نجاح الحقن المجهري؟ سؤال في منتهى الأهمية. يمكن السؤال ده شاغلني بقالي فترة. في حاجة دلوقتي بنسميها الادز اون ثيرابي. الادز اون ثيرابي او الادز اون ستيبس ترجمتها الخطوات الإضافية للإجراء الطبي عموما. يعني الادز اون ده موجود في كل المجالات الطبية في كل التخصصات. الادز اون ثيرابي بالنسبة لنا بقى في الحقن المجهري ده هو سؤالك، هل في خطوات إضافية غير ضرورية؟ للأسف في خطوات إضافية غير ضرورية، وللأسف وده برضو من ضمن أهداف البودكاست اللي أنا بعمله النهاردة، إنه عاوزين نعرف الناس إن بلاش تجري ورا سراب. لو أنت ناوية تجري، وطبعا من حق كل واحد إن هو يجري عشان يحقق حلم الأمومة وحلم الإنجاب، بس اجري في التراك المظبوط، ما تجريش في اتجاه تاني، لأن جريك في الاتجاه التاني دوت هيضيع وقت ومجهود وفلوس. الخطوات الإضافية في مجال الحقن المجهري فيها علاجات وفيها تدخلات جراحية وفيها تحاليل وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان، وإحنا بنقسم إن الحاجات دي ما بتفرقش في النتائج العملية، وإنها لو اتعملت زي ما اتعملتش. لكن للأسف بعض الأماكن بتستغل شغف المريضة وبحثها الشديد عن سبب لفشل عملية الحقن المجهري، سواء الاستغلال دوت استغلال بحسن نية أو بسوء نية. يعني في بعض الأماكن ممكن تكون ما بتتبعش القواعد الطبية المظبوطة، في بعض الأماكن التانية ممكن تكون بتاخد الموضوع موضوع مادي وبيزنس، فعشان كده بتحاول تعمل تحاليل كتير وأشعات كتير ومناظير كتير وعلاجات مكملات غذائية ومش عارف كلها بنسبة 90% منها لم يثبت تأثيرها على ارتفاع نتائج الحقن المجهري. هذكر حاجة بسيطة قوي، منظار الرحم. منظار الرحم هل هو بيؤدي إلى ارتفاع نسب نجاح عملية الحقن المجهري؟ قولا واحدا لا. طب منظار الرحم ايه فايدته؟ في ناس كتير قوي بتعمله قبل العملية عموما، ويقول لها اصلا انا هعمل، او يقال ان انا عاوز اشوف المكان اللي هزرع فيه. لا، منظار الرحم في فترة من الفترات، ودي حقيقة وانا شخصيا كنت بعمل كده، يمكن مثلا من 2012 مثلا لحد 2016 كده 2015، كانت الابحاث العلميه بتقول ان منظار الرحم المفروض يتعمل لكل الناس قبل ما تعمل حقن مجهري. ولكن بعد التقدم الهائل في السونار المهبلي رباعي الابعاد، القواعد العلميه اتغيرت، لان ما كانش فيه القوه ديت بتاعه الموجات الصوتيه رباعيه الابعاد اللي بتشخص اي مشاكل في داخل تجويف الرحم. فبعد ما دي اتطورت، دي خلاص ما بقتش لها اهميه كبيره، فمنظار الرحم لم يعد له نفس الاهميه في وجود السونار المهبلي رباعي الابعاد. ولكن منظار الرحم بعمله للمريضة اللي أنا شايف بعناية في السونار الانهباري رباعي الأبعاد مشكلة تستدعي التدخل بمنظار الرحم، ومن أشهرها اللحمية والحاجز الرحمي أو التصاقات الرحم، أو مريضة عملت حقن مجهري كذا مرة ما حصلش نصيب. دي في الحالة ديت هنعمل لها منظار رحم تشخيصي، نشوف هل في حاجة مش باينة قدامنا ولا لا. ده فيما يخص هذه النقطة.